السلام عليكم متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. فاجعة بتطوان صباح اليوم بعد انقلاب حافلة لنقل عاملات بالملاليين. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول. إليكم التفاصيل. وقعت صباح اليوم الاثنين 6 فبراير الجاري حادث سير وصفها شهود عيان بالخطيرة بطريق الملايين بمدينة تطوان. وحسب المصدر فإن الحادث وقع إثر انقلاب حافلة لنقل النساء العاملات بالمنطقة الصناعية بمارتيل. ووفق ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابات خطيرة في صفوف الركاب، مما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى ثانية الرمل، فيما خلفت خسائر مادية على مستوى هيكل الحافلة. وفور علمها بالحادث الخطير خلت بعين المكان المصالح الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات. وقد لقيت عاملة مصرعها وأصيب ما لا يقل عن 46 عاملة إصابات متفاوتة الخطورة، وكانت العاملة المنحدرة من أفنيدق والمضيق في طريقهم لإحدى الوحدات الصناعية لتدوير الملابس بالمنطقة الصناعية لتطوان، حيث انقلبت الحافلة على الطريق متسببة في عدة إصابات. وتم نقل المصابين إلى مستشفى النهار بمارتيل ومستشفى المضيق، فيما سيتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفى تطوان لتلقي العلاجات.